أنا أخوك في الله بكري، خادم هذا المقام، وده مقام سيدي أحمد ابن عطاء الله السكندري. جه من الإسكندرية عشان يبقى بجوار سيدي عبد الله. اقعد وتبارك بالمقام عقبال أنا ما أعمل لك لقمة تاكلها. مش عاوز اكل. طيب أجيب لك حاجة تشربها؟ مش عاوز اشرب. ليه يا ابني بس؟ انت شكلك تعبان قوي. براحتك يا ابني، براحتك. يا رب، يا رب، يا رب يا نصير الغلابة والمساكين، يا رب يا نصير الغلابة والمساكين، يا رب. ابني، ابني يا سيدي، سقط عليك النبي والأولياء تنجي ابني. يا رب يا مغيث، يا رحمن يا رحيم، ارحمني وارحم ابني. أنا جيت لك أهو يا سيدي، اهدي يا نجي. بنتي، اهدي. انت دعيتي وربنا ان شاء الله هيستجاب لدعاكي هاتي يا ان بنتي، شاء الله. هاتي يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت سمي يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو لسه ما فاقش يا شيخ بكري؟ لسه يا بنتي. طب ما نجيب له دكتور او حتى نوديه المستشفى. هو اللي زيه محتاج. ربنا يدينا من بركاته. هو اسمه ايه؟ اسمه خلف الله، الشيخ خلف الله. يا بركة، محمد اهو يا بركة. ربنا شفاك بركة دعاك، عقبال ما يتم شفاك على خير يا رب. يا رب يا رب. أمنتك أمانة يا شيخ بكري، أول ما يفوق ابعت لي إن شاء الله الفجر. إن شاء الله يا بنتي، إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ خلف، على فين؟ ده انت يا ابني بقالك 4 أيام راقد هنا، لا شربت بق ميه ولا كلت لقمه. انا هروح اجيب لك ميه. لا ليه؟ لا عايز اكل ولا اشرب. طب تعال تعال ارتاح، تعال. سامحني يا رب، مش قادر، تعبت. يا مولانا انا خلاص مش قادر اجري وراك، وفي ناس مأمنني ليك رسالة. الطفل اللي انت لمسته بايديك ربنا شفاه، وبعدين انت لسه ما طبتش. هملني، انت ما تعرفش انا ايه. انا زي ما تكون الشياطين لبست جتتي وسرقت روحي. مش من حقي ادخل بيوت ربنا ده النساء. انت الارض اللي تخطي عليها تبقى ارض خير تباركها. وبعدين شياطين ايه دي بس اللي سكنتك؟ ها؟ ده انا شفتك بعينيا دول وانت غايب عن الدنيا وسارح في ملكوت الله. دعاك كأن السماء كلها كانت بتدعي معاك، تقوم تقول لي إن الشياطين سكنتك.
لو كنت كده زي انت ما بتقول، ما كانش العيل اللي انت لمسته بايديك ربنا شفاه. انت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعاك، واللي ربنا يستجيب لدعاه مش معقول يبقى جواه شيطان، ده يبقى جواه خير، وخير كتير كمان. لا، الشيطان بيلعب بيا، خليني مش قادر اقرب من حد ولا اخلي حد يقرب مني. على فكرة انا مش عارف ليه مديت يدي للواد. عشان ربنا عايزك تعرف النعمة اللي مديها لك. نعمة ايه؟ البصيرة. اللي يعرف الحاجة قبل ما تحصل يبقى ربنا اداله البصيرة، بس القدر مكتوب. يمكن معرفتش تعمل حاجة لولادك ولمراتك، بس تقدر تعمل لغيرهم. اعمل لهم ايه؟ اعذبهم اكتر ما عذبتهم؟ هملني. تعالى يا ابني، تعالى تعالى اتسند عليك، انا مش قادر اجري وراك. تعالى خد بيدي، انا مش قادر. شيخ بكري يعني انا عايز افوتك وامشي، لاني ابتديت احبك وخايف يحصل لك اللي حصل لكل اللي بحبهم. تعالى يا مولانا، تعالى اسمع مني يا ابني، وإن ما عجبكش كلامي كأنك ما سمعتوش. اقعد اقعد ارتاح، اقعد. انت والحمد لله ما اذيتش حد، وزي ربنا ما اداك قوة في الخير اداك برضو قوة في الشر، والناس هي اللي بتغريك بالخير او بالشر. انا عايزك يا ابني تشوف الناس، تشوف غلبهم وشقاهم وجريهم ورا لقمة العيش، تشوف ضعفهم. وعلى قد ما هتشوف كل ده على قد ما هيفيض الخير من جواك. اقف جنبهم، اديهم من قوتك وعافيتك. اديهم ايه يا شيخ بكري؟ انا جوايا نار، نار ما هتطفيش. انت يا ابني ربنا اداك نعمة وهيسألك عنها يوم القيامة، عملت بيها ايه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك هم الناجون من عذاب الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله. يا ريت نقدر اكون منهم. تقدر طول ما الخير جواك، هتقدر. والشيطان ده اللي مخوفك ورعبك كده امره بيدك، والخير كمان امره بيدك، وانت اللي هتختار اي طريق هتمشي فيه. انا خايف يا سيدنا. طول ما فيك نفس داخل وخارج الخوف هيفضل جواك، مش هيحميك منه إلا عملك الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. طول ما انت عايش الشيطان هيغريك وهيفضل يخيلك ويلعبك، بس
اوعى تضعف او تستسلم. اتمسك بالايمان، اتشعلق في حبل الايمان، اتمسك بربك، برحمته وبقدرته وبمغفرته. خايف ما اقدرش. هتقدر بعون الله. ادعي لنا بقى ان ربنا يحسن ختامنا ويسامحنا ويرحمنا. طريق السلامة يا ابو عمو. ايوه حسن. ايوه يا اخوي حسن. الف حمد لله على سلامتك. الف حمد لله على السلامه يا اخوي. الله يسلمك. مالك؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ نحمد ربنا. مش هتقول لاخوك ادخل ولا ايه؟ خش يا اخوي، اتفضل اتفضل يا اخوي. يا بنت بيسي، يا بنت يا فاطمه، عمكم جه يا بنات. ياما الحق ابويا بيقول عمي. اتفضل يا حسن. يا الف مرحبا. الله يرحب بيك. ليه كده يا اخوي؟ انت عامله تعملها برضه؟ اتهمل الدنيا كلها كده ولا حس ولا خبر عنك. إرادة ربنا. تعالوا سلموا على عمكم. ازيك يا عم؟ ازيك؟ ازيك يا عم؟ ازيك؟ دي فاطمه ودي المزغوده بيسي، بس انت ما شفتهاش يا ولد ابوي. انت هجيت من هنا وهي شرفت. هجيت؟ ما تاخذنيش يا ولد ابوي، زلة لسان. روح يا بت شوف امك فانية خراره وقولي لها تذبح لعمك علشان يتغدي. حاضر. لا العم ده ما يعرفش كده ليه؟ ما اعرفش يا اختي. جري يا بت من هنا. معلش يا اخوي، عيله ما تعرفش يعني. ما تشغلش بالك، البيت حيطانه زي ما هي والفرش زي ما هو، زي ما ساب ابونا. والله يا ولد ابوي الدنيا ضاقت لحد ما قربنا نتخنق. انا بعت الارض كلها على عيا بنت الكبيري ولا نفع، بس الحمد لله جاها عدلها، واللي شال ربنا يعينه. اللي شال لساك بالراوي يا حسين. لازم ايه الحديث الماسخ ده يا ولد ابوي؟ براوي ايه وكلام فاضي ايه؟ انت هتخربط في الكلام ولا ايه؟ لا لا معلش يا اخوي، زلة لسان. الله، ده انت هتتمجلد عليا عاد. الله، هتمجلت عليك ليه؟ انا توحشت البلد، لما وصلت قلت اعدي على اخوي. مش دي الاصول؟ كلك واجب يا اخوي. قوم انت اغسل وشك لحد ما الوكل يطيب واجيب لك جلابيه تلبسها بدل المطربه دي اللي جايبيها من السفر. لا ما تتعبش نفسك، انا ماشي. ده اسمه كلام برضه يا ولد ابوي، ده انا كنت فاكرك هتقعد يومين معانا ولا حاجه كده. يومين؟ ما تخافش، يومين هقعدهم عند عمك. السلام عليكم. سلام يا ولد ابوي، خلي بالك من روحك او تبقى حتى تعرفنا مكان مطرحك. يا عم غور، عريتنا منك لله. سلام يا اخوي. يعني خلاص مش قادره تمسك لسانك اللي عامل زي العقرب دي لحد ما يمشي؟ بلا خوتي. مين؟ حسن؟ لا لا والله ما انت قايم يا عمي، والله والله ما انت قايم. حسن حسن، سلامات سلامات يا غالي، سلامات يا ابن الغالي. الله يسلمك. احمدك يا رب، ربنا طول في عمري علشان
عيني تنظرك قبل ما اموت. بعد الشر عليك. الحمد والشكر ليك يا رب. ربنا يطول في عمرك. زي ما انت بخيرك يا غالي. زي ما انا كده. انا اللي عملته فيا السنين اللي فاتت خلتني مش انا. وشك زي البدر، زي ابوك. الله يرحمه. فاكر دي؟ شجرة ابويا الله يرحمه. كان يحفظك القرآن تحتيها، وانت ما شاء الله حفظت القرآن كله قبل ما تدخل المدرسة. نقرا الفاتحة على روحه وروح اموات المسلمين جميعا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سايبه يروح لعمك عشان يملى راسه ويوقف نفسه مننا، ولا عشان يفتح لنا ابواب الجفلت؟ يعني كنا ناقصين جيته؟ عندك حق يا مرتي. طليت على اخوك؟ ايوه. انا ما قادرش ادخل البيت بعديك ولا بعد المرحوم ابوك. البيت راحت منه البركه. البركة هتروح فين وانت لسه حسك بالدنيا؟ صدقني يا ولدي، انا كنت ادخل البيت اشوف طاقة نور منورة البيت كله صح، ما يقعد على المداود غير شر البقر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اقعد يا اخوي، مد يدك. الوكل محطوط في البيت عشان اخوي. وانا ما ماليش عينك ولا ايه يا ولد؟ اخوك هياكل اهو، والمحمر والمشمر خلي مراتك وعيالك ياكلوه. ما قصديش يا عم والله، اجعل بيتك دايما مفتوح لي انا واخوي. ولد ابوي فرشت لك الاوضه القبليه. اخوك هيفضل قاعد عندي في البيت يزيدها بركه، وانا شيعت لولد عمامك على يجوا يسلموا عليه ويستباركوا بيه. انا اللي بستبارك بيكم. تقعد يا حسين، هتفضل واقف كده؟ لا خليك براحتك، انا جيت بس علشان جيت لوحدك والله مرتك اللي جالت لك؟ ها؟ قول لها حسن قاعد في بيت عمه، يعني بيته. كتر خيرك يا عم، اقعد براحتك وفرشتك جاهزه في اي وقت يا ولد ابوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمة الله يا اخوي. استغفر الله العظيم من ده واد. ربنا يزيح عنه ويفك كربه. ده مكروب ده يموت ولا القرش يطلع من كمه. هو في كرب اكتر من كده؟ صدقت يا ولدي، عندك حق. سلم جروحك للغروب والغربة، وعجن وكل واشرب بقية زادك، ولا حد يوم حيونسك غير ضلك، والغربة جيتها ورحت هي بلادك. كان الفرح سكتك والضحك عندك كيف، هانت عليك ضحكتك فرطت فيها كيف، الليل سكن ركدتك والنوم صباحها خطيف، والنوم صباحها خطيف. سلم جروحك للغروب والغربة، عجن وكل واشرب بقية زادك، ولا حد يوم حيونسك غير ظلك، والغربة جيتها ورحت هي بلادك. حتى الورود لها حزان،
سحابة وقول لي ايه يرضي الإنسان واحنا ملايكة على ديابة دنيا واخدانا معاها ماشيانا على هواها نضحك ساعات على اللي جارلنا وساعات تمزعنا دنيا واخدانا معاها مشيانا على هواها نضحك ساعات على اللي